بنات شوفوا حلو ان شاء الله عجبكم. هذا سويته بوكيه. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب ان شاء الله الكل بخير. هنا باعوا الندارة اليوم. سويت طبعا هاي البارحة لفيتها، سويت دولمة. بقى عندي سلك، فسويت اليوم سويت حشوة مرة لغ ولفيتها. طبعا في شغلة اريد اقول لكم اياها. طبعا اول مرة بالتاريخ انا اقول، او اول ما من بداية تزوجت لحد الان ناسية عيد زواجي. عيد زواجنا باكر. فالبارحة بصدفة تذكرت، يعني ما أعرف يمكن القناة شغلتني لو راحتي لألمانيا، يعني كلش راح من بالي إنه عيد زواجي باكر. يعني كل شيء ما محاضرة، المحلات مسدودة. إذا أريد أشتري يعني هدية لزوجي لازم أطلبها من الإنترنت. إذا أطلبها من الإنترنت تقريبا فد أسبوع، يعني لأن كلش يعني ضغط هسه كل العالم تطلب أونلاين. فصراحة ما أعرف، راح أخذكم وياي. هسه راح أروح إن شاء الله أجيب شغلات يعني مال كيكة. إن شاء الله لا لحق أسوي اليوم الكيكة، وأشوف إذا أكو شيء أشتريه. فخليكم وياي. ما جيت على خانة الكيك، راح أخذ من هذه أسوي بيها الترايب. اللي قطعت منعتها، وآخذ هاي الصلصة. ما نعرف الشكل اللي راح نسوي شنو. هنا طبعا ما قدرت اصور بالسوبر ماركت، مستعجله. اشتريت بني، جلي، فراوله. خلينا والله ايش راح نسوي. واشتريت هنا اكل للطيور. هاي طبعا ما عندي طيور، بس برا خطيه انطيهم اكل، لان بالشتاء ماكو بعد، يعني بالاشجار والهاي كلها تتساقط. هسه راح ارجع على البيت، بعدنا ما متغدين، بس الدولمة على النار شوي راح تليل الدنيا. نرجع للبيت. هاي هسه هنا الدولمة بعد تتشطشط. شنو تريد تاكل؟ ورا ما خلصت دولمة يعني نتغدى. ليش اسوي ان شاء الله الكيكة. بنات شوفوا هسه هاي كمية المكس اللي حطيته، وراح احط عليه البيض كلها. هاي ماكو اسهل من هاي الميكس مال الكيك. احط كل البيضات عليه، وشوية المي، وكلهن اخبطهن سوا. اخبطهن فد 10 دقائق 12 دقيقة لحد ما يصير يعني كل شيء مثل الكريمة. هسه من اخبطه اراويكم ورا ما اخلطه يعني كله. باعوا حبايبي هسه شلون صارت. طبعا ما اقدر يعقوبي بيدي. هسه راح اديرها بالقوالب واحطها بالفرن، وبعدين راح ابلش اسوي الكريمه واضمها. الكريمه اللي راح احشي بيها راح اسويها. الكريمه اللي راح احشي بيها راح اسوي كاستر بس شويه ثخين. وطبعا ما اعرف زوجي شو، ما ادري لاكو لا قال لي راح يسوي يجيب هديه، لا ما ادري يعني راح يجيب. خلينا نشوف ان شاء الله باكر نشوف يجيب هديه لو، لان حضر يعني. واذا خطيه ما جاب حقه، لان حضر وكل شيء ماكو، كل المحلات مسدوده، يعني لازم يطلب اونلاين وانتظر. بس خلينا نشوف، ما نستعجل الامور. خلينا نحط هسه الكيك. هسه هنا باع حبايبي حطيت من هذا البوتر كريم ويا مي. زين نفس الكمية المي، نفس كمية يعني 200 غرام حطيت مي، ملي مي يقصد، و200 غرام
من هذا عوفه ساعة، يعني هي هاي الوصفة على مكتوب على الباكيت. أبقيه ساعة. بعدين على صفحة راح شو أسوي؟ الزبد هم كمية تقريبا 240 غرام، أخبطها على صفحة لحد ما تصير يعني الزبد كلش يصير أبيض، وبعدين أخبطها سوا. هاي بنات الكريمة كملتها. هاي الكيك طبعا صارن 4 زاد عجين يعني خلطة حطيتها بهذه. هنا جيت راح هسه اقص هاي بعد احطها فوق الكيكة. فجبت هاي الكرتونة، يعني ما راح اخذ اللون، راح ابقي اسود بس هاي حتى شوي ورقة قوية. زين احطها الزقها عليها ورا ما اقصها حتى تصير ثخينة. وهاي عندي هيجي احرف قصقصتها، راح الزقهن. هسه هنا هاي لزقتها على الكرتونة، فراح هسه بالشفرة احددها، بس خليت هاي الكرتونة جوا حتى لا يميز لا يشخط. هاي شنو تتحرك بنات؟ شوفوا هسه هاي كملتها، ما ادري بتبين هيجي. راح بس اخلي لها هسه من هنا ومن هنا بعد شي يلزمها حتى اقدر اخلطها بالكيكة. هاي وجه اللاخ، بس انا ما اريدها على هذا الفضي، الاسود احلى. هسه جبت لان مستعجله قوه نيمت يعقوبي وما اريد بسرعه يقعد يعقوب، مو من النوع اللي ينام هوايه. يا رب ينفتح. دا استغل الوقت لان زوجي طلع فما اريد يشوف المفاجاه اللي محضرت اللي هي، ويعني يعرف دا اسوي كيكه بس ما يدري شنو التفاصيل. هذا الكارت هنا نكتب نقدر المبلغ ايش قد، وهاي هو وياه اكو ظرف. بس اخليه حتى شنو راح اسوي هسه. انا جبت ورد هاي بكيكين راح احط من عنده الكيكه، وراح اسوي اني بكي هذا الشفاف هم جبت من عنده. دائما يشككني هذا الورد. اشلح هاي الاوراق الزايده. لازم اخذ كم ورده قلت لكم بدي احطها للكيكه، بس هسه خليني ارتبها وبعدين اشوف. بنات شوفوا حلو ان شاء الله عجبكم. هذا سويته بوكيه هيجي، وحطيت الكارت الهديه. هسه اروح اسوي الكيكه. بنات طبعا ما دوختكم كومه شغلات لان هو تحضيرات الكيك صح هي صغيره، بس كومه شغلات يراد لها تحضير. هاي قطعتهن باعوا الكيك الصغار، قطعته كل واحد اثنين، انا سويت لين فكل وحده قطعتها بالنص. هسه اجي على هاي الكيكه المفروض احضرها وقعت هاي. راح اني شنو احطه هنا، اجيب كرتونه حتى تثبت، اخلي اول طبقه شوي احط لها كريمه، كيك بكريمه الزبده. هنا احط شوي حتى تلزق على الكرتونه. هذا طبعا بالماعون كله راح انظفه. هسه هاي اول طبقه. باعوا هناش عندي عصير، وتقدرين حتى اذا مو عصير هم مي وشكر. هاي شويه تنقعين حتى تبقى طريه وهشه، تحطين على الكيكه. أنا راح اختصر لكم الخطوات بسرعه لان اعتقد هذا الفيديو صار اطول فيديو بالعالم. هسه تسألون هاي شنو؟ هاي مو مربى. شو خلنا احط، ما اتقرب على الاطراف حتى لا يطلع لي. هاي شنو؟ هذه العلبه، هذا هو خاص مال حلويات، مال تشيز كيك تحشين بيه. كريمه من شنو؟ الكريمه سويت كاستر بس تخين الكاستر. زين
ما راح احطه هواي لان ما اريدها من احط الفوقاها ذيك تطلع. كاستر ثخين، وعلى صفحة سويت كريمة الخفق زين. وكريمة الخفق حطيت بنات. هسه شوفوا حطيت هاي كملت شو اسمه. هسه حطيت دا احط عليها هاي الكريمة مال الزبد. هنا هيك بنات باعوا سويت هاي الطبقة يعني تحتانية، وراح احط هسه فوقها هاي الثانية. طبعا انا اول مرة اشتغل بالكريم صراحة، دائما بعجينة يعني الكريمة اسويها بس هي بعدين اغلفها يعني بعجينة السكر. بنات شوفوا هسه حطيت لها هيجي، حطيت لها من هذا. طبعا يمكن هاي اسوأ كيكة عندي، ما اعرف، ما رهمت اني بالعجينة السكر احسن اسوي، بس ما يخالف شوية تغيير. هسه عندي هذا ورد، راح اشوف شلون احطه، شلون اخليه. خليني اقصهن. بنات وهاي شكل الكيكة، طبعا بتبين كلها هيجي سويتها. بعد ويا الترتيبات ان شاء الله تصير. هسه بنات كملت الكيكة، راح اسوي ترايفل. هذا هنا انا طحنت بسكت تقريبا 450 جرام، وحطيت وياه 260 جرام زبد. الزبد موعته وشوية برد وخليته وياه. وهنا أنا هاي الحشوة اللي سويتها للكيكة هي اللي من كاستر وكريمة الخفق، وهنا الجيلي وفراولة. يعني هو الترايفل سهل. راح اسويه بالكاسات، احط تقريبا فد خاشوقتين ونص في جوا. اجيب هاي، حاولي لا توسخين القلاص حتى يبقى شكله حلو. انا طبعا سويت كل الكمية بس دا اريد اراويكم اللي راح اسويه. يعني واحد قلت خليني اسوي. اصفط هسه الفراولة. اسفة فصلت الكاميرا شحن. هسه حطيت الفراولة وراح اخلي حبايبي. اخر شي الترتيب. طبعا عرفتوا هاي هديتي الزوجي، وخطيه طلع زوجي طالب لي اونلاين، ولحد الان ما واصل، على اساس اليوم توصل بس ما واصله. طالبها خطيه من البارحه الهديه. فان شاء الله اذا جتي، انا طبعا ما اعرفها شنو،
بس اذا تجي ان شاء الله اراويكم اياه. طبعا هذا كان عيد زواجنا رقم 17. الله ان شاء الله يديمنا يا ربي العمر كله ويحفظ اطفالنا. واكيد من هاي الكيكه راح تعرفون ايش كم طفل عندي بالضبط، هم نفس الهيجي موجودين بس الاعمار تختلف. توصلني هدية زوجي مع عيد زواجنا. انا ما اعرف شنو، بس هذا المحل كله عطور ومكياجات. خلينا نفتحها ونشوف شنو فيها. خلينا نشوف ايش تتوقعون شنو الهدية. هسه ما ادري. واو الله، عطري المفضل، أرقى عطر شانيل. أنا عطري المفضل الحمد لله. هدية حلوة، شكرا حبيبي تسلمي. حبايبي أتمنى إن شاء الله عجبكم اليوم الفيديو زين. حبيت تشاركون فرحتي كل تفاصيل يعني عيد زواجنا. أتمنى عجبكم إن شاء الله، وألتقيكم بفيديو جديد. باي باي، مع السلامة.